مستهلك حكيم. الطريقة الثانية أن يكون لدي فريق مستهلك حكيم. الطريقة الثالثة أن أبني فريق قوي يعمل على أيضا هو هذا الفريق يقوم ببناء فريق. أي عملية التسويق في DXN هي عملية يعني خلينا نسميها توليدية. أن يكون لدينا فريق نخبة. هذا الفريق النخبة يعتمد على أشياء أساسية. أول شيء أنه يفهم DXN، يتعلم، يصبر، يثابر. استمرار مهم كتير، لأنه وقت الناس بتشوفنا مستمرين في مصداقية، في أمان، في معناتها منتج حقيقي عم تستفيد منه الناس. أما أنا إذا لم أصبر ولم أستمر وما تعلمت، ما قدرت أشكل فريق ولا قدرت إني أسس لنفسي شيء. هلا أنا بالنسبة لي هاي السنة إن شاء الله تكون السنة الرابعة. فلذلك أنا أدعو كل عضو من أعضائنا، الاستمرارية كتير مهمة، الصبر مفتاح الفرج بكل شيء، بالعمل، بالمشاكل الشخصية، بالمشاكل اليومية، بالدراسة، بكل شيء. يعني بالنهاية في من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. فدائما من جد وجد ما بيقدر يجد وبيوجد اللي إلا إذا صبر. فهي هيك بتحس علاقة تباينية، يعني علاقة مترابطة ببعضها. الصبر، العطاء، الجد، المثابرة، الاستمرار، كل شيء مرتبط ببعضه. إذا كتير شيء سهل وكتير حلو. بالإضافة إنه نحن نشكل هذا الفريق. فكرة الفريق إنه معلش ترسمي لنا أنت تحطي لنا